السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف سعادة، وبتوحشوني بتوحشوني 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 من الفيديو اللي فات للفيديو دوت. ويلا نبتدي الفيديو القوي الحماسي اللي كله طاقة إيجابية، ونشوف أكلنا النهاردة هيروح لغاية فين. تعالوا بينا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. مبدئيا كده أول حاجة النهاردة احنا هندلع العيال النهاردة. يعني ايه؟ صبروا معايا كتير الفترة اللي فاتت، عمالين كده نجيبها يمين نجيبها شمال. النهاردة الحمد لله ربنا رزقنا كده بشوية جناحات وشوية دبابيس فراخ، الحمد لله الحمد لله. وهنعمل النهاردة أكل ايه؟ اكل بتاع زمان كده، ايه نروق بيه على العيال شويه. ماما مش هيبقى من كله يا جماعه. يلا نبتدي الفيديو ونشوف النهارده التحضيرات، ونشوف هنعمل ايه النهارده في اكلنا. اول حاجه معايا بصلتين 3، معايا بطاطس متقطعه، هعمل صينيه بطاطس، هعمل حبه فريك، وهنعمل صينيه فراخ هتروح في حته تانية خالص. والله العظيم في حتة تانية خالص. بس لو وصلتي معايا لغاية هنا حطي لي لايك واشتراك وكومنت حلو منك لو اول مرة تشوفيني، فضلا وليس امرا. هنعمل ايه النهارده؟ هنبتدي بصينيه البطاطس بتاعتنا المصريه الاصيله، اللي الاكل اللي احنا مفتقدينه وبدانا كده بدا يتوه بين الاكلات اللي احنا مش عارفين اولها واخرها. المهم هنجيب فصين توم وندقهم طازه فريش، ندقهم كده بالهون، ايوه ندقهم كده. ونجيب بصلتين ونقطعهم طرنشات. تمام تمام. هتعملي ايه؟ هندعكهم بملح وكمون، دعكه كده محترمه. صينيه البطاطس زي ما اتعلمتها كده عند امي، ربنا يديمها في حياتي نعمه، وادعولي ليها دعوه حلوه كده من قلوبكم الصافيه الطيبه، ربنا يخليها لي ويديها الصحه. ندعك بقى البصل تمام بملح وفلفل، وندعكه تمام كده بالثوم، ونبدأ ننزل عليه بالبطاطس بتاعتنا، ونضرب لها كام بقى ايه طماطميتين كده عشان تبقى ايه حلوة معانا. تمام تمام. حابة هنا تحطي مكعب ماجي حطي، ده اختياري ليكي، مش عايزة ما تحطيش. انا عن نفسي بحبه، بيديها كده طعمها، بيخلي كده طعمها حلو وبتستهى عالي قوي. تمام تمام. ادعك بقى وعيط، ادعك بقى وعيط، عيط عيط. ايوه هتعيطي ليه؟ هعيط على تمن البطاطس يا جماعه. ما اصل انا هعمل ايه؟ قولوا له انت يا ملهاش اهل يسالوا عليها البطاطس دي. يلا الحمد لله لنا ربنا يرقف بينا. نجيب بقى البطاطس وندعكها بالبصل القمر ده. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ والله زي ما بقول لكم الاكل النهارده ريح في حته تانية خالص. يلا نجيب بقى الكبه بتاعتنا ونبدا نعمل البصله بتاعه الفراخ. خدوا نفس عميق كده معايا وتنهدوا جامد قوي 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 من اللي هتشوفوه بقى، من اللي هتشوفوه يا جدعان. هنعمل صينيه بطاطس عبقريه، بس اول حاجه هضرب الطماطم بتاعه البطاطس بتاعتي. تمام تمام. وهاخد بقى، مش هنضرب، انا بحب اضرب عصفورين بحجر. انا هضرب الطماطم هنا كلها اللي انا هستخدمها في الفراخ وفي البطاطس. تمام تمام. هناخد شويه كده للبطاطس حبه، ونبدأ نكمل بقى على الطماطم اللي هتفضل في الكبة الخلطة بتاعت الفراخ. احط بقى قرن فلفل سبايسي في صينية البطاطس، ده اختياري برضك ليكي. ونبدأ بقى نحطها على البوتاجاز، نسيبها كده على جنب مع بعض كده، ونبدأ نحط بصلتين 3 وفصين من الثوم وقرن فلفل رومي معانا. تمام تمام. نحط بقى البهارات بتاعتنا، وما تنسيش نفسك وانتي واقفة في شرب المية يا ست الكل. تمام تمام. دايما دايما اذكركم بشرب المية، لان شرب المية ده مهم جدا جدا لينا طول ما احنا واقفين، عشان انا عارفة ان انتوا بتنسوا نفسكم والله في وقفة المطبخ زي بالظبط. نحط مكعب ماجي وحبة ملح وحبة فلفل، ونحط بهارات فراخ، فصين من المستكة، توم باودر، بصل باودر، زي ما انت حابة بقى التوابل بتاعتك ونكهة الفراخ بتاعتك تطلع معاكي شكلها ايه. نضرب كل المكونات دي مع بعض. تمام. نحط حبة زيت
ونبدأ بقى نضرب كل الكلام ده كله بحبة صويا صوص وننكسهم كده مع بعض. نكون غاسلين الفراخ بتاعتنا غسيلا جيدا، وتكون متصفية تماما تماما من المية. دوقي دوقي، ايوه دوقي يا ستي دوقي. ناقص لها فصين حبهان وورقتين من اللوري. تمام كده، تمام. ورق لوري عندي مطحون فحطيت حب. نضرب بقى نكمل ضرب ونجيب الفراخ بتاعتنا المغسولة ومتنضفة تماما ومتنشفة من المية. تمام، دي خطوة أساسية. والله العظيم الخطوات دي خطوة أساسية. ما تجيبيش الفراخ كده بميتها من الحوض وتقومي دلقة عليها، لا يا جماعة. تكون الفراخ متصفية تماما من المية ومغسولة بليمون ومغسولة بدقيق جامد جدا وملح. وشوفي انت طريقتك في غسيل الفراخ، بس المهم يبقى ريحتها وهي كده نية ريحتها حلوة. تمام، ننزل بقى بالخلطة الجبارة بتاعتنا دي. تمام، ونضرب بقى كله في قلب بعضه كده، وتدخلي وتدلجي وتعملي مساج من تحت ومن فوق للفراخ بتاعتك. ليه يا ست الكل بتعملي كده؟ عشان الفراخ بتاعتك تروح في حتة تانية خالص. والله العظيم في حتة تانية خالص. يلا بينا نحط بقى التوابل بتاعتنا في قلب الفراخ كده، تحت الجلد وفوق الجلد، وتبليها واركنيها بقى يا ست الكل على البوتاجاز. وتعالوا بقى نعلق عليهم ونشوف بقى ايه اخر حاجة معانا. كده احنا عملنا صينية البطاطس وعملنا صينية الفراخ. فاضل ايه تاني بقى؟ فاضل معانا الفريك بتاعنا النهاردة. نولع عليهم كده. انا كان عندي ايه بقى هنا؟ كنت سلقه شويه جنيحه بالمرقه بتاعتهم، هحطهم على صينيه البطاطس بتوعي، وابدا احط الجنيحه بتاعتي المسلوقه في قلب الايه، في قلب صينيه البطاطس. هتديها كده تطعيمه وهتتحرمش كده وتبقى طعمها حلو قوي. وصينيه الفراخ بتاعتنا هنحط عليها كوبايتين ميه. تمام، كوبايتين ميه. عشان انا بسم الله ما شاء الله يعني، ولا حول ولا قوه الا بالله، عامله كده اكل يومين يعني مع بعض. فهحط كوبايتين ميه بقى على الوراك بتاعتي، وابدا بقى ايه، احط لهم مكعبين من الزبده. تمام، عندك سمنه بلدي اشتغلي، بس انا المتاح عندي الزبده الصفرا. حطيت مكعب زبده كده عشان ده مش طبيخ. تمام، فعادي ما هيديها تست اعلى واحلى في الصواني. حطي معلقتين زبدة كده على الوش، ونبدأ بقى ياخدوا غلوتين ونغطيهم بورق فويل بغطيان حلة اللي عندك اعملي بيه. وكده بقى نص الموضوع معانا كان خلص. في حاجة صعبة؟ كله سهل اهوت، مفيش حاجة صعبة. عملنا صينية بطاطس بسيطة جدا، وعملنا صينية فراخ برضو بتتبيلة مميزة، تتبيلة البيت المصري. تمام، تمام، ما فيهاش اي افتكاسات، ما فيهاش اي افتكاسات. تتبيلة مصرية عادية جدا. سيبهم بقى يغلوا على البوتاجاز وياخدوا لهم غلوة، ونكون مولعين الفرن يسخن معايا. تمام كده، تمام. والفراخ معايا بسم الله ما شاء الله برضو خدت ايه، سلقة كده محترمة. او نقلبها كده على وشها ونبدأ ندخلهم بقى الفرن ايه، يدونا بقى ايه، نكهة حلوة جدا. التسوية بعد كده بتتكمل في الفرن، بتديكي بقى لمعان ووش وحاجة كده فاخر من الآخر يعني. خلاص يا ست الكل، خلاص يا ست الكل اللي وصلت معايا لغاية هنا بقى، ما تنسانيش في هارد كبير قوي 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 قوي، وتقولي بتتابعني منين ومن انهي بلد، عشان ده بيشرفني وبيسعدني كتير قوي قوي قوي. اجمل واحلى متابعين في الدنيا على راسي من فوق. حبة فلفل بقى، رشي حبة فلفل كده على الصينية بتاعتك. ايوه ايوه، هو دي التركات البسيطة اللي بتبقى ناقصانا في كل بيت. حطي كده رشة فلفل كده على الوش، ودخلي بقى الصواني بتاعتك يا ستي الكل ايه، وشمي الروايح بقى، والجيران تتلم علينا ونتخانق ونعمل حركات بقى. يلا نروح على الرخامة بتاعتنا بقى ونخرط البصل بتاع الايه، مش هنخرطه، احنا هنبشره بالمبشرة بتاعتنا. تمام، تمام. نجيب المبشرة نبشر البصل. تمام، وهنحط معاه قرن فلفل رومي، وهنعمله بزبدة النهاردة. انا المتاح عندي النهاردة زبدة.
عيطي عيطي. بصل تاني بصل تاني بصل تاني وتالت. امال يعني هنعمل ايه؟ طيب هو ده البصل الحبيب القريب على قلبي، بيدي كده تست وطعم حلو قوي. نجيب الفلفل الرومي ونقطعه مع البصل برضو. تمام. معانا قرن فلفل بردك سبايسي اختياري زي ما انتي حابه يا ستي الكل. اشتغلي. عندي بقى في كمان وحديتين فلفل الوان ومكعب طماطم كده، كنت حبة مكعبات طماطم، كنت عاملة اكل قبلها بيوم برضو، وفاض عندي فلفل الوان. هتحطيه؟ هحطه كمان. الفلفل الالوان اداله علة كده القيمة الغذائية بتاعته. وعايزة اقول لكم ان الفلفل الالوان دلوقتي من الحاجات المهمة جدا 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 في دخول فصل الشتاء علينا. البتنجان كله حديد وتحفة جدا جدا جدا. الفلفل الالوان كله فيتامينات عالية جدا جدا لولادك. او زي ما بقول لكم كده، كان فايض عندي فلفل الوان بقى حطيته، وكل ده بقى على النار هيتشوح بمكعب ماجي وملح وفلفل، ونبدأ ننزل بالفريك المنقوع قبلها بساعتين 3. تمام. تمام. في حاجة صعبة؟ مفيش حاجة صعبة. نروح على البوتاجاز بقى نشوح كل الكلام ده كله في قلب بعضه، ونبدأ ننزل عليه بالفريك ونشوح كل الكلام ده كله وننزل عليه بمية سخنة. تمام. بصوا الفلفل الالوان مع البصل مع الفلفل مع الملح مع المكعب الماجي، وننزل بقى بالفريك المغسول والمنقوع مسبقا ب3-4 ساعات، او انقعيه قبل ما تنزلي شغلك وارجعي تاني. هتلاقيه معاكي بقى زي الفل ومش هياخد معاكي سوا. قلب بقى، قلب ونكس كل ده مع بعضه، وانزل بقى بالمية السخنة بتاعتك ياخد غلوة، ونبدأ ندخله الفرن مع البطاطس ومع صينية الفراخ بتاعتنا النهاردة. وكده الحمد لله انا وصلت لنهاية الفيديو. بسم الله ما شاء الله بقى. هنطلع بقى ونشوف الاكل مع بعض راح لغاية فين. انزل بالمية بتاعتك. لو عندك مرقة فراخ بقى ممكن تحطي كمان، انا ما كانش عندي. تمام. هياخد غلوة بقى ونبدأ ندخله الفرن على طول. بس كده. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ندوق الملح بتاعه، التست بتاعه عامل ايه. تمام. لنهاية الفيديو معاكم، وتعالوا نشوف اكلنا النهاردة راح لغاية فين. راح في حتة تانية خالص. والله العظيم. تعالوا بينا نطلع ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ايه 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 اطلع كمان. طلعي اطلع كمان. طلعي. ها. لا تحفة. اطلع كمان. طلعي كمان. اللي بعده. هي دي مغرت علي بابا ولا ايه يا ماما؟ ايه مغرت علي بابا دي بتطلعي منها كنوز. اهي اهي. مغرت علي بابا. اطلع كمان. كفايه كده. ماشي. يلا نغرف بقى مع بعض. يا ريت عشان انا ونوجي بصي النهارده متذوقه. الحكم بينا. ايوه انا نوجي الحكم. هتبقى الحكم بينا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق المنقط لو سمحتي. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه بطاطس. اهم حاجه الفريك. الفريك اهم حاجه. عايز دوق البطاطس لوحدها. هعملك زي الشيف هاله. ها هعملك زي الشيف هاله. قول ايه؟ هقولك على الطعم زي الشيف هاله. فاكره الكفته بجد؟ كفايه كده ولا اغرف كمان حبه؟ كمان واحده خلاص. بس لهوي. اهم حاجه الفريك. بصي كتري على قد ما تقدري. كفايه كده. ماشي. مش هنقول لا. كمان بتقولي ايه يا فريك؟ بيجيش غير كل مره. بس كده كفايه. كوكو اكبر كوكو عندك. اكبر كوكو. انت بتحب ده؟ وتحب ايه تاني؟ ايه مفيش ورك؟ اهو الورك اهو. انا اسمعنا 2 بصراحه. طب هاتي دبوس بقى، ماليش دعوه. انا عايزه الدبوس بتاعه. مش عايزه جناح. يا اما الدبوس يا اما الجناح. انا مش قادره اقاوم. دبوس اهو. ايوه كده.
كده انا مستكفيه بصراحه. ايه تاني؟ بس كده. اتفضلي بقى تدوقي حاضر. ولا ماشي. ادوق انا؟ لا انا هدوق. ندوق احنا سوا احنا ماشي. الاتنين. طب دوقي انت الاول. لا لا. احتراما ليكي يعني، انت اكبر مني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هدوق بالشوكه على طول يا ماما. يا ماما الشوكه دي بياكلوا بيها بره. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. ناكل من هنا. بسم الله. وانا اكل من هنا. يعني بالكاميرا. لا 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 لا. يعني بالكاميرا. جامد قوي.